أكثر الآيات القرآنية الذي في سورة البقرة شكا وبكاء من بني إسرائيل، هم محرفين ومبتلين، لكن ما دام الإسلام قال أنهم أقرب إلى الإسلام فقد أجازوا. وإنما الإسلام حرم أن يتزوج الإنسان بالمرأة المشركة، لأنه ورد في القرآن أنهم لا يحل لهم أن يتزوجوا بها ولا يحل لهن أن يتزوجين، لا يجوز أن نتزوج بالمرأة المشركة. ولهذا بعض أصحابه فارق زوجته المشركة. فالكفر بالإشراك هذا مجمع عليه. وأما الكفر باليهودية أو بالنصرانية فالجمهور أجازوه وبعض العلماء لم يجيزه. وأنا شخصيا أرى أنه إن كان الرجل هذا رجل متدين لا نخشى عليه شيء فلا مانع أن يتزوج بالمسيحية.